السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الدرس رقم 3 في الوحدة الرابعة، تفاضل وتكامل. الدرس رقم 3 اسمه التكامل المحدد. التكامل المحدد يعني لما انا هبتدي اكامل هتلاقي في فترة هنا ظهرت في التكامل، بداية للتكامل ونهاية للتكامل. حلو. لكن التكامل اللي كنا بناخده قبل كده كان اسمه التكامل الغير محدد، ما كانش فيه ارقام هنا ولا هنا. ماشي. طب انا عايز اكامل حاجه زي كده، عايز اكامل داله س من الف لب بالنسبه الى س. بتقرأ ايه؟ تكامل داله س من الف الى ب بالنسبه الى س. بكملها عادي. بعد ما اخلص التكامل اللي هينتج من التكامل اسمه ت. حلو. التكامل اللي حضرتك هينتج ده بعمل فترة كده وبعوض من ألف إلى ب. مرة بعوض بالب يبقى اسمه ت ب، ناقص مرة بعوض بالألف يبقى اسمه ت ألف. سؤال عايز مثال. تعال ناخد مثال. تكامل 2 س من 0 إلى 3 بالنسبة إلى س. هكامل إزاي؟ تكامل الاتنين س، 2 س أس 2 على الاتنين، وهعوض من 0 لايه ل3 هيساوي الاتنين هتطير مع الاتنين. مرة عوض عن س ب3 يبقى س تربيع ب9 ناقص مرة عوض عن س ب0 يبقى ناقص 0 بيساوي 9. خلصت. أستاذ أنا عندي سؤال ليك، اتفضل اسأل. يقول لي يا أستاذ أنت حضرتك نسيت هنا وأنت بتكامل إنك تحط ثابت اللي هو ث. حلو. يبقى دي أول ملحوظة عندي في التكامل المحدد، إن التكامل المحدد لا يحتوي على ثابت. مفيش ثابت يا باشمهندس، وأنا بكامل تكامل محدد مفيش حاجة اسمها ثابت خالص. حلو. ده أول ملحوظة. تاني ملحوظة إن الدالة دي اللي أنا بكاملها يجب أن تكون متصلة خلال فترة التكامل. متصلة يعني المجال لازم يكون موجود. مش فاهم يا أستاذ؟ فهمني أكتر. لو أنا اديتك مثال زي كده، تكامل خليها 1 على س بالنسبة إلى س، وقلت لك ان انا عايز اكمل من -2 ل1، هتحل ازاي؟ ولو اديتك مثال شبهه، تكامل 1 على س بالنسبه الى س، وقلت لك والله انا عايز اكمل من 1 الى 2، هتحل ازاي؟ انا اول حاجه المجال هنا بكام؟ مجال يا استاذ بح فرق الصفر. طب المجال هنا بكام؟ بح فرق الصفر برضه. حلو. يبقى انت دلوقتي لازم الفترة اللي انت ماشي بيها ما تمرش بالصفر، لان الصفر عندي مش موجود في المجال، فالدالة غير متصلة عنده. يعني حضرتك دلوقتي لو عملت لي خط اعداد في الحالة الاولانية انت هتمشي من -2 ل1، لازم تعدي في ايه؟ بالصفر. طب ما انا الصفر اصلا الدالة مش متصلة عنده، يبقى هنا لا يمكن تكاملها. تكامل محدد. يعني حضرتك ممكن تقول لي له س وتعوض من -2 ل1 عادي، وكمل مسألتك. انت بتحل غلط، انت بتهبط. ليه؟ عشان المسألة دي اصلا ما ينفعش تكمل تكامل محدد. حلو. طب المسألة رقم 2، والله من 1 إلى 2، يعني انت حضرتك عايز تكمل الجزء ده كده. طب الدالة غير متصلة هنا، ماليش علاقة، لان الفترة نفسها الدالة متصلة فيها. يبقى دي كده هكملها ازاي؟ والله تكامل 1 على س اللي فوق تفاضل اللي تحت. يبقى التكامل بيديني ايه؟ له مقياس المقام للاساس ه. فين فترة التكامل؟ من 1 إلى 2. ده كله هيساوي اعوض مرة بالاتنين يبقى له 2 للاساس ه، ناقص مرة اعوض بالواحد له 1 للاساس ه. له 1 لاي حاجة بصفر ملوش لازمة، يبقى له 2 للاساس ه ناقص صفر يديني له 2 للاساس ه. خلصت. واختارها في الامتحان كده. حلو. باشمهندس انا عندي سؤال ليك، اتفضل. يقول لي انا الدرس ده يا باشمهندس
اللي اعرفه عنه من ناس كتير ومن المدرسين ان ده بيتحل بايه؟ بالاله الحاسبه. التكامل المحدد بالاله الحاسبه. حلو، صح. في جزء كبير فعلا من المسائل بيتحل بالاله الحاسبه، بس انا هيبقى عندي مشكله في كذا مره. اول مره فيهم يا باشمهندس، لو حضرتك حطيت لك مجهول في المساله مش هتعرف تحل بالاله الحاسبه. معانا في مسائل واحنا بنحل هتلاقي فيها مجهول، فحضرتك لما تيجي تعمل بالاله الحاسبه مش هتعرف تتعامل. والمسائل دي بتيجي في الامتحانات كل سنه بتيجي نوعيه المسائل دي. تمام؟ دي اول حاجه، وده مهم جدا انك تعرف تحلها. ماشي. فاحنا هنقسم التعامل مع التكامل المحدد لاسلوبين. النهارده ان شاء الله هنتعامل الدرس كله بالخطوات عشان نتعلم ازاي نحل بالخطوات. ده رقم 1 عشان لما تقابلني المسائل اللي فيها مجاهيل. رقم 2 اللي انا وانا بحل براجع التكامل كله، سواء التكامل القواعد العاديه، تكامل دوال قصيه ولوغاريتميه، تكامل دوال مثلثيه، تكامل بالتجزيء والتعويض. يعني وانا بحل اكني براجع على ده كله. حلو، يبقى ده حاجتين هستفيد بيهم النهارده من الحل بالخطوات. اول حاجه اللي انا اقدر احل اي مساله لو جالي فيها مجهول لان في وقتها مش هعرف استخدم الاله. تاني حاجه براجع على التكامل. تمام. خلاص ان شاء الله درس النهارده هيبقى لنا درسين في التكامل اسمهم تطبيقات على التكامل المحدد. لما نيجي نحل فيهم في الدرسين دول هنحل بالاله معايا. فعايز حضرتك تركز معايا في كل حاجه بقولها، لان انا مش عايز اتعبك. لو في مساله بتتحل بالاله انا هريح نفسي واريحك ونحلها بالاله على طول، لكن انا بعلمك الخطوات عشان ده ينفعك بعد كده. حلو قوي، ماشي. يبقى دي كده مقدمه لذيذه للتكامل المحدد. تعال نتكلم بقى عن خواص التكامل المحدد. اهم ما في درس النهارده خواص التكامل المحدد دي، ودي خد بالك يا باشمهندس ما بتتحلش بالاله. يا باشمهندس ما فيهاش اله، لازم حضرتك تكون فاهمها وبتيجي في الامتحان كل سنه. خواص التكامل المحدد. والله انا اول خاصيه عندي بتقول لي ايه؟ بتقول لي هو انت لو بتكامل داله س بالنسبه لس من ا الى ب، ايه علاقتها بالتكامل من ب الى ا داله س بالنسبه لس؟ يعني انت عكست حدود التكامل، يبقى ده هو ده بس ايه؟ عكسه في الاشاره. يبقى التكامل من ا الى ب بيساوي ايه؟ سالب من ب الى ا. حلو. تاني خاصيه يا باشمهندس بتقول لي لو انت بتكامل داله س بالنسبه لس من ا الى ا، هيبقى الناتج بكام؟ بصفر. ليه الناتج بصفر؟ لان انا لما اكمل دي اعوض مره بالالف ناقص اعوض مره ثانيه بنفس الالف، يبقى الناتج طبعا بصفر. حلو. ثالث خاصيه، لو انا بكمل يا باشمهندس داله س بالنسبه الى س من ا الى ب زائد تكامل تاني لنفس الداله بالنسبه لس من ب الى ج. طب ما انا ممكن ادمج الاتنين دول سوا واخليها تكامل داله س بالنسبه لس من البدايه للنهايه، البدايه ا والنهايه ج. حلو. خاصيه رقم 4 عكسها بالظبط. لو انا بكامل داله اسمها س وداله اسمها ص وداله اسمها ع، دول كلهم دوال مختلفه بالنسبه لاي حاجه موجوده هنا. مثلا تكامل من ا الى ب، فانا ممكن اوزع التكامل، يعني اخليها من ا الى ب س بالنسبه لس زائد من ا الى ب ص بالنسبه لص، ده على اساس داله ص يعني، زائد تكامل من ا الى ب ع بالنسبه لع، وكامل عادي. مش مهندس هو ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ فرق يا هندسه ان حضرتك في مسائل هتحتاج تستخدم ده واحنا بنحل دلوقتي، لكن في مسائل هتحتاج تستخدم ده واحنا برضو بنحل دلوقتي. فكل اللي عايزه منك حاليا انك معاك كشكول وقلم زي ما بننبه كل حصه، وتبتدي تكتب القوانين دي دلوقتي، الملاحظات دي، عشان واحنا بنحل يبقى حضرتك فاهم. تمام؟ وعد؟ تمام، ماشي. حتى الان الحمد لله الدنيا بسيطه. تعال نبص بقى لحاجه مهمه قوي هتقابلنا دلوقتي. انقل دول يلا لو عايز تنقل. ماشي.
انقل يعني خد سكرين، وقف الفيديو، انقل. ملاحظة رقم 5، هنبتدي نتكلم عن حاجة مهمة يا باشمهندس. اسمها ايه بقى؟ اسمها الدالة الزوجية والفردية. ركز كده. لو انا عندي دالة س وشلت السين وحطيت سالب س وطلع ان ده قد ده، يبقى اذا الدالة دي ايه؟ دالة زوجية. حلو، هفهمك دلوقتي ما تقلقش. طب الدالة الفردية دي عبارة عن ايه؟ والله الدالة الفردية دي يا باشمهندس فيها دالة س بتساوي سالب دالة سالب س. يعني انا يا باشمهندس لما اديك مثال كده دلوقتي واقول لك دالة س بتساوي س تربيع زائد 4 س زائد 4 س أس 4، هل الدالة دي زوجية ولا فردية؟ بتقول لي ايه بقى؟ انا اروح اجيب دالة سالب س. ماشي، جيب دالة سالب س كده، يعني اشيل السين واحط سالب س، يبقى سالب س أس كام؟ أس 2 زائد 4 مضروبة في سالب س الكل أس 4. سالب س أس 2 يعني س أس 2 زائد 4 في سالب أس 4 بموجب س أس 4 بس أس 4. حلو. ايه علاقة ده بالدالة الأصلية؟ ده هو يا أستاذ. يعني أنت وصلت لإيه كده؟ إن دالة س هو نفسه إيه؟ دالة سالب س. يبقى إذا دالة س مالها؟ دالة زوجية ولا فردية؟ زوجية. برنس. ماشي. طب لو أنا معايا يا باشمهندس دالة س بتساوي س أس 5 زائد 2 س أس 3، الدالة دي زوجية ولا فردية؟ يا أستاذ أروح أجيب دالة سالب س، يلا شيل السين وحط سالب س، يبقى سالب س كل أس 5 زائد 2 مضروبة في سالب س كل أس 3. سالب أس رقم فردي بسالب، س أس 5 بتنزل زي ما هي، 2 في سالب بسالب لأن سالب أس رقم فردي هيطلع بره، وس أس 3 بتنزل زي ما هي. مش أنت هنا ممكن تاخد السالب مشترك؟ هيبقى لي جوه إيه؟ س أس 5 زائد 2 س أس 3. حلو. إيه علاقة ده يا باشمهندس بالدالة الأصلية؟ ده هو يا أستاذ بس عكسه فين؟ في الإشارة. يبقى أنت وصلت لي إن دالة س هي نفسها دالة سالب س بس عكسها فين؟ في الإشارة. يبقى إذا دالة س دالة إيه؟ فردية. حلو. قبل ما أقول لك زميلك بيفكر في إيه هديك مثال تاني عشان نثبت عكس اللي زميلك بيفكر فيه. قبل ما هقول لك دلوقتي هو بيفكر في إيه. لو قلت لك إن دالة س بتساوي س أس 3 زائد 1، هل الدالة دي زوجية ولا فردية؟ هتروح تجيب لي دالة ايه؟ دالة سالب س. هتشيل السين وتحط سالب س، يبقى سالب س أس 3 زائد 1 هيطلع بايه؟ يطلع بسالب س أس 3 زائد 1. عايز اسألك سؤال، هل الدالة دي زي دي؟ لا يا أستاذ، يبقى ليست زوجية. هل الدالة دي عكس دي في الإشارة؟ لا يا أستاذ، مش كلها عكسها، ده الجزء ده بس اللي عكسها، يبقى ليست فردية. يبقى دي مالها؟ ليست زوجية وليست فردية. حلو. زميلك بقى يا أستاذ كان بيفكر في إيه؟ بمجرد ما أنا حليت المثال ده وحليت المثال ده، زميلك طلع قاعدة اجتهاد شخصي. إيه هي بقى؟ قال لي يا أستاذ لما يكون الأس زوجي يبقى إذا دي دالة إيه؟ زوجية. لما يكون الأس فردي دي دالة إيه؟ فردية. زميلك قال كده. ففي المثال اللي بعد كده أنا اديت له دالة فردية عشان يقول لي دي دالة فردية، فقلت له لا، ده أنا أثبتت لك اللي هي ليست زوجية وليست فردية. يبقى حضرتك القاعدة اللي كنت بتقولها دي قاعدة غلط، ما ينفعش تقولها أصلا. معانا؟ تمام. يبقى أنت بتجيب دالة سالب س وتتأكد لو زيها بالظبط يبقى دالة زوجية، لو عكسها يبقى دالة فردية. سؤال تاني، دالة س بتساوي س أس 4
زائد 2 على س أس 2 زائد 1. يلا هنا بسط ومقام. اعمل ايه يا استاذ؟ اروح اجيب دالة سالب س هتساوي ايه فوق؟ سالب اس رقم زوجي يختفي يبقى س اس 4 زي ما هي زائد 2. طب وتحت سالب اس رقم زوجي يختفي يبقى س اس 2 زائد 1. مش دي كده يا باشمهندس هي نفسها الدالة الأصلية؟ يبقى إذا دالة س دالة إيه بقى؟ دالة زوجية. حلو. يبقى إحنا فهمنا كده يعني إيه دالة زوجية ويعني إيه دالة فردية. طب أنا هستفيد من ده إيه يا أستاذ؟ لو كانت الدالة زوجية وأنت بتكملها من الرقم السالب بتاعها للرقم الموجب بالنسبة لس، فده هو نفسه لما كامل من صفر لألف دالة س بالنسبة لس بس الضعف. حلو. طب لو دي كانت دالة فردية يبقى أنا لو بكملها من أول سالب ألف لألف بالنسبة لس ده كله يساوي صفر. يبقى أنا لما أروح لأي مسألة تلاقي التكامل من سالب ألف لألف، من سالب ألف لألف، من سالب 2 ل 2، سالب 5 ل 5، من سالب باي لباي. يعني لما تلاقي هنا ده وده زي بعض الفرق ما بينهم في الإشارة أروح أتأكد الأول الدالة دي زوجية ولا فردية. لو فردية يبقى التكامل بصفر من غير ما أحل. طب لو زوجية يبقى التكامل بيساوي الضعف. كده الجزئية دي مفيهاش مشكلة بالنسبة لك إن شاء الله. ماشي. تعال نحل بقى يا باشمهندس الأمثلة بتاعتنا ونشوف الدنيا فيها إيه. بسم الله. أول سؤال بيقول لي عايز تكامل من سالب 1 ل3 ل4 س أس 3 زائد 1 وده كله طبعا بالنسبة لس. يلا هندسة حل ازاي؟ أكامل يا أستاذ وبعد كده أعمل إيه؟ أعوض. كامل يلا. 4 س أس 4 على 4 يبقى س أس 4. 1 تكامله بس. تعوض من كام لكام؟ سالب 1 ل3. حلو. عوض بالتلاتة يبقى 3 أس 4 على الآلة ب81 زائد 3 ناقص لما أعوض بالسالب 1 يبقى 1 أس 4 بواحد ناقص 1 صفر. يبقى ده كله يطلع بكام؟ 81 زائد 3 84. تمام؟ هنوقف بس شوية عشان النور قطع في عطل فني وبعد كده نكمل إن شاء الله لما النور يجي. الحمد لله النور جه اهوت. يلا نكمل. السؤال التاني بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي تكامل من 1 إلى 2 ومديني دالة اسمها 3 س تربيع زائد 2 س ناقص 1. طبعا ده كله هكمله بالنسبة لس. يلا حل ازاي؟ ابتدي اكمل عادي وبعد كده اعوض. تمام. تعالوا نكمل عادي. التكامل العادي هيديني ايه؟ 3 س أس 3 على 3 يعني س أس 3 زائد 2 س تربيع على الاتنين يعني س تربيع ناقص س. وهكمل اعوض من كام لكام؟ من 1 إلى 2. عوض بالاتنين يا هندسة يعني 8 زائد 4 ناقص 2 ناقص عوض بالواحد 1 زائد 1 2 ناقص 1 1. يبقى 8 زائد 4 12 ناقص 2 10 ناقص 1 9. خلصت. ماشي. تعال نبص على السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايزك تكامل من 2 ل5. ده اللي اسمها ايه؟ 2 على جذر س ناقص 1 بالنسبة إلى س. يلا يا باشمهندس حل ازاي؟ ده انا ممكن اعدل المسألة. تعدلها ازاي؟ قال لي يا باشمهندس انت هتكامل من 2 إلى 5. الاتنين دي موجودة بس طلع القوس فوق.
يبقى س ناقص 1 أس كام؟ سالب نص بالنسبة إلى س. أكمل ده إزاي؟ الاتنين زي ما هي، أمسك الس ناقص 1 أزود على الأس 1 سالب نص زائد 1 على الآلة يديني نص، وأقسم على نص يعني بضرب في 2 يبقى دي كام؟ 4. ده كله من كام إلى كام؟ من 2 ل5. حلو. يبقى 4 في 5 ناقص 1 4. 4 أس نص ب2 ف4 ب8 ناقص 2 ناقص 1 1. 1 أس نص ب1 ف4 ب4. 8 ناقص 4 4. حلو. ممكن حضرتك تعملها على الآلة مفيش أي مشكلة خالص. ماشي. تعال نبص للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي تكامل من سالب باي على 2 إلى باي على 2. ماشي. ده اللي اسمها إيه؟ جتا س بالنسبة إلى س. يلا حل دي إزاي؟ أعمل إيه؟ تكامل الجتا س بإيه؟ بجا س. يبقى ده كان أصله يا باشمهندس جا س. سالب بقى على 2 يعني سالب 90 زائد 360 يعني 270. باي على 2 يعني 90. يلا عوض بجا 90 يطلع بواحد ناقص عوض بالجا 270 يطلع بسالب 1. يبقى ناقص ناقص يبقى موجب 1 يطلع بكام؟ ب2. حلو قوي. ده كده خلصت. ماشي. تعال نبص للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايزك تكامل من 0 لباي على 4. اكمل ايه بقى؟ بيقول لي ق سيتا ظا سيتا بالنسبه لسيتا. حلو. يلا تكامل الق سيتا ظا سيتا كان اصله ايه؟ كان اصله ق سيتا. يبقى ده كله يا باشمهندس كان بيساوي ق سيتا. من كام الى كام؟ من 0 لباي على 4 يعني 45. ق سيتا يعني 1 على جتا سيتا. 1 على جتا 45 ناقص 1 على جتا 0. حلو قوي. واعملها بالآلة على طول عشان ما اتعبش نفسي. شرطة كسر 1 على كوزين 45 ناقص شرطة كسر 1 على كوزين 0. ده كله يطلع بكام؟ بسالب 1 زائد جذر 2. ماشي. تعال نبص على السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه في السؤال اللي بعده؟ بيقول انا عايزك تكامل من باي على 4 لباي على 3. ده اللي اسمها ايه؟ ده س على جتا تربيع س. يلا حل دي ازاي؟ هو انت كده بتكامل حاجه اسمها ايه؟ بكامل حاجه اسمها 1 على جتا تربيع س، صح؟ يعني انا ممكن اعدل السؤال واقول له انت بتكامل من باي على 4 لباي على 3 1 على جتا تربيع يعني ق تربيع س بالنسبه لس. طب وتكامل الق تربيع بايه؟ بظا س. حلو. من كام الى كام؟ من باي على 4 يعني من 45 الى 60. واعملها بالآلة يا باشمهندس. ظا 60 ناقص ظا 45 يبقى تان 60 ناقص تان 45 يطلع بسالب 1 زائد جذر 3. يبقى ده كده حله بسالب 1 زائد جذر 3. خلصت. حلو. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي انا عايزك تكامل من 1 الى ه د ص على ص. يلا كامل دي ازاي؟ هو انا كده بكامل ايه؟ 1 على ص. حلو. مش اللي فوق ده تفاضل اللي تحت، يبقى التكامل بيديني ايه؟ له مقياس المقام للاساس ه. من كام الى كام؟ من 1 الى ه. مره عوض بالهه يبقى له ه للاساس ه اللي هو بكام؟ بواحد ناقص مره عوض بالواحد يبقى له 1 للاساس ه اللي هو ب0. يبقى ده كله بكام؟ بواحد. حلو قوي. ماشي. تعال نبص السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايزك تكامل لي من سالب 3 لسالب 1 2 على س بالنسبة لس. حلو. كامل ازاي؟ اولا دي مجالها بايه؟ دي مجالها ح فرق الصفر.
يعني الصفر ده خارج حدود التكامل مش جواهم، لو جواهم كان يبقى المساله دي ملهاش تكامل، خارجهم يبقى ينفع كامل عادي. التكامل ده بايه يا باشمهندس؟ باتنين، خرجها بره، له مقياس المقام للاساس ه، وعوض من كام لكام؟ من -3 ل-1. حلو، يبقى 2 وافتح شرط الكسر لانها ممكن اخدها مشترك، يبقى له 1 للاساس ه بصفر. استاذ اتفضل اسال. يقول لي هو انت يا استاذ انت له -1 ازاي حطيتها هنا وطلع بلو 1 لاساس ه اللي هو بصفر؟ عشان ده مقياس، ده مقياس -1 يطلع منه بايه؟ بموجب، وموجب له 1 لاساس ه يطلع بصفر زي ما متعودين. يبقى المقياس بيطرد القيمه السالبه بيطلعها بالموجب، ناقص له نفس القصه هيبقى 3 للاساس ه. يبقى ده كله عباره عن ايه؟ 2 في سالب يبقى -2 له 3 للاساس ه. حلو قوي، ماشي. ممكن اعبر عنها باسلوب تاني، ممكن ادخل دي اس جوه، يبقى ده عباره عن ايه؟ له 3 اس -2 للاساس ه، يعني له 3 اس -2 1 على 9 للاساس ه. انا بقول لك على كل الاساليب عشان في الامتحان تعرف تختار صح. ماشي. طبعا بص لسؤال تاني، واللي انا عايزك تكمل لي من 0 الى له 5 للاساس ه. ه اس س بالنسبه لس. دي كده اخر سؤال في الصفحه دي. يلا هندسه حل دي ازاي؟ حل دي ازاي؟ اكمل عادي صح؟ لما اروح اكمل عادي، اكمل ازاي يا باشمهندس؟ تكامل الهاء اس س بايه؟ بهاء اس س. حدود التكامل من 0 للو 5 للاساس ه. حلو، يبقى انا عندي ه هنا اس ايه؟ اس له 5 للاساس ه ناقص ه اس ايه؟ اس 0. ده كده يا باشمهندس قانون صح؟ كان بيساوي كام؟ بيساوي 5 ناقص ه اس 0 بواحد، يبقى ده كله بكام؟ ب4. حلو جدا. يبقى اول سبوره يا باشمهندس الدنيا سهله فيها ان شاء الله، مفيهاش مشكله، محتاجه بس ايه؟ تظبط حالك. يلا عايزك توقف الفيديو كله وتحل الامثله دي بايديك الاول، وبعد كده عايزك تخش على التدريب. في تدريب دلوقتي عايزك تحله لي. تدريب رقم 1 عايزك تحل لي ايه بقى؟ تكامل من -1 إلى 3. نمسح دي كده طالما مش واضحة. بص يا هندسة، تدريب رقم 1 اللي عايزك تحلهولي تكامل من -1 إلى 3. الدالة اسمها ايه بقى؟ 4 س تكعيب ناقص 6 س تربيع زائد 5. طبعا هتكمل ده كله بالنسبة لس. ده كده أول مسألة. تاني مسألة تدريب 2 عايزك تكمل لي من باي على 4 إلى 3 باي على 4. الدالة اسمها ايه؟ قاتا سيتا زاتا سيتا بالنسبة إلى سيتا. ماشي. تدريب رقم 3 عايزك تكمل لي من 0 إلى 1. الدالة اسمها ايه؟ 3 س ه أس س تربيع بالنسبة إلى س. عايزك تحل لي دول الأول يا هندسة قبل ما تكمل الفيديو. يلا يا باشمهندس شد حيلك كده وحل في ورقة خارجية، وفي آخر الحصة خالص تصور الورقة وتبعتها على جروب الواتس زي ما متعودين كل حصة. تمام ماشي. تعال نكمل الأمثلة اللي بعد كده. خد سكرين اهو لو ما خدتش سكرين. ماشي.
التطبيق ورا الامثله على طول بيثبت لنا كل الافكار، فمهم جدا ان الناس تسمع الكلام، ولما اكتب سؤال واقول لك حله تحله، لما اكتب تدريب واقول لك حله تحله على طول، لان ده هيخليك بعد الحصه الدنيا بالنسبه لك سهله ان شاء الله. تعال نبص على سؤال تاني بيقول لي ايه بقى. بيقول لي اذا كان تكامل من 1 إلى 5 دالة س بالنسبة إلى س بيساوي 8. ماشي. وفي نفس الوقت التكامل من 5 إلى 1 ر س بالنسبة إلى س بيساوي 3. عايز ايه؟ بيقول لي أوجد قيمة. عايز قيمة التكامل من 1 إلى 5 وفاتح لي قوس وبيقول لي دالة س زائد 3 ر س ناقص 2 وقافل لي القوس وبيقول لي ده كله بالنسبة إلى س. يلا يا باشمهندس عايزين نحل ده. نحل ازاي؟ والله أنا عندي تكامل من 1 ل 5. الكلام ده كله ممكن أعمل إيه في التكامل؟ أوزعه. يعني ده هو نفسه عبارة عن إيه؟ عبارة عن التكامل من 1 ل 5 دالة س بالنسبة إلى س زائد 3 في التكامل من 1 ل 5 ر س. هي نفسها خد بالك لو أنا قلت تكامل من 1 ل 5 ودخلت 3 جوه بالنسبة إلى س ناقص 2 تكامل من 1 إلى 5، أو ممكن نقول ناقص تكامل من 1 إلى 5 2 بالنسبة لس، أو هي الاتنين تخرج بره مفيش أي مشكلة. حلو. فعندك التكامل من 1 ل 5 دالة س بالنسبة لس بكام؟ ب 8 من فوق. يعني شيل لي ده كله يا باشمهندس حط لي 8 زائد 3 مضروبة في ايه؟ تكامل من 1 ل 5 ر س بكام؟ ده من 5 ل 1 ب 3. يبقى من 1 ل 5 بكام؟ بسالب 3. دي اللي قلناها في الخواص. يبقى ده كده سالب 3 وشيلها خالص. ناقص تكامل من 1 ل 5 للاتنين بالنسبة لس. هو تكامل الاتنين بايه؟ ب 2 س. بس من كام لكام؟ من 1 ل 5. يبقى ده كله هيديني هندسة 8 زي ما هي، 3 في سالب 3 سالب 9 زائد 2 في 5 ب10 ناقص 2 في 1 ب2. يبقى ده كله عبارة عن ايه؟ 8 ناقص 9 سالب 1 زائد 10 9 ناقص 2 7. خلصت المسألة. معانا؟ فالمسألة في الأول تبدو صعبة لكن مع الحل تلاقي الدنيا سهلة إن شاء الله. ماشي. تعال نبص على سؤال تاني. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي إذا كانت دالة متصلة على ح. ماشي. والتكامل من 1 ل 4 دالة س بالنسبة لس بيساوي 7. والتكامل من 1 ل 4 دالة س من 6 ل 4 دالة س بتساوي سالب 12. أوجد تكامل من 1 ل 6 دالة س بالنسبة لس. يلا حل ازاي؟ والله أنا عندي من 1 ل 6 التكامل ده هو نفسه يا باشمهندس، هو نفسه من 1 ليه؟ الرقم اللي في النص اسمه ايه؟ 4 دالة س بالنسبة لس زائد ايه؟ زائد التكامل من 4 ل 6 دالة س بالنسبة لس. حضرتك التكامل من 1 ل 4 بكام؟ ب7 زائد من 4 ل 6 بكام؟ ده من 6 ل 4 بسالب 12. يبقى من 4 ل 6 بكام؟ ب 12 صح. 7 زائد 12 19. خلصت المسألة. يبقى الدنيا حتى الآن إلى حد كبير الدنيا سهلة إن شاء الله. ماشي. تعال نبص المثال اللي بعد كده. عايز تاخد سكرين؟ خد سكرين وحل لوحدك. ماشي. حل واكد الارقام عشان دلوقتي احل مسائل ثانيه وبعد كده اديك تدريب. ركز. السؤال بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان دالة س بتساوي
2 س تكعيب زائد 3 حيث س أقل من أو يساوي 1 أقل من أو يساوي -1 و3 س زائد 4 حيث س أكبر من -1. عايز إيه؟ قول أنا عايز التكامل من -2 ل2 دالة س بالنسبة لس. يلا يا باشمهندس حل دي ازاي؟ هو انت عندك ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله معايا يا باشمهندس اللي انا مش عارف انا هكامل دي ولا هكامل دي، لان انا عندي دالتين، واحده معرفه عند س اكبر من -1 وصح واحده عند س اقل من او يساوي -1. طب انا عشان افهم اكتر رسمت خط اعداد اهو. -1 بيتحكم في الحل. على يمين -1 س اكبر من -1 كانت الداله اسمها 3 س زائد 4، وعند س أقل من -1 كانت الدالة اسمها 2 س تكعيب زائد 3. ماشي، بس أنا مش عايز الخط كله، أنا عايز أكامل من أول -2 يا هندسة لغاية الاتنين. المسألة قسمت نفسيها صح؟ إزاي؟ يعني ده كله هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن التكامل من -2 لإيه؟ للسالب 1 بالنسبة لس، زائد التكامل منين لفين؟ من -1 ل2 بالنسبة لس. طب من -2 لسالب 1 كانت الدالة اسمها ايه؟ 2 س تكعيب زائد 3. حلو. طب وهنا كده كانت الدالة اسمها ايه؟ 3 س زائد 4. كده المسألة بقت سهلة. كامل بقى كده فوق. يبقى 2 س أس 4 على 4 زائد 3 س. من كام لكام؟ -2 لسالب 1 زائد هنا 3 س أس 2 على 2 زائد 4 س. من كام لكام؟ -1 ل2. لما اجي اعوض هنا يبقى 2 على 4 بنص زائد 3 في -1 يبقى ناقص 3 ناقص لما اعوض -2 يبقى -2 أس 4 في 2 يبقى كام؟ 2 أس 4 في 2 يبقى 2 أس 5 على 2 أس 2 يبقى 2 أس 3 يبقى 8 وسالب 2 في 3 -6 ناقص اللي قبلها يبقى موجب 6. حلو. عوض بالاثنين هنا يبقى 2 أس 2 على 2 ب2 زائد 3 6. عوض بالاثنين يبقى 8 ناقص لما اعوض بالسالب 1 يبقى 3 على 2 لما اعوض بالسالب 1 يبقى موجب 4. واروح اعمل ده كله على الآلة وممكن اعمله بايديا كده. -8 8 6 و6 12 12 4 16 16 ناقص 3 كام؟ 13 ونص ناقص 3 على 2 يبقى -1 يبقى ده كله بكام؟ ب12. حلو قوي. ماشي. تعال نبص السؤال تاني. سؤال تاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان دالة س بتساوي هو مش بيقول لي دالة س بتساوي بقى، هو بيقول لي بص السؤال ده صيغته مختلفة شوية عايزك تركز فيها. بيقول لي أوجد تكامل من 0 ل6 س ناقص 4 بالنسبة لس. ماشي. واحدة تانية شبهها برضو عايز تكامل من -2 ل4 س تربيع ناقص 3 س. عايزك تركز كده هندسة معايا عشان دول كده أصعب مسألتين في الدرس كله. لما تفهمهم إن شاء الله هيكون الدنيا في المسائل الباقية أسهل كتير. احنا خلاص يعني نخلص اهو. ماشي. هو أنت عندك إيه المشكلة دلوقتي؟ المشكلة دلوقتي اللي عند المقياس، لازم أفك المقياس الأول. يعني دي كده سميها دالة س ومحتاج أفكها الأول. يبقى أنت كان عندك دالة س بتساوي إيه في الأساس؟ كانت بتساوي حاجتين، مرة كانت بتساوي س ناقص إيه؟ 4 حيث س مالها؟ أكبر من أو يساوي إيه؟ ال4 زي ما اتعلمنا قبل كده. ومرة تانية كانت بتساوي بالسالب سالب س زائد 4 حيث س أقل من ال4. يبقى أنت يا باشمهندس هنا هتكامل من كام لكام؟ من البداية لغاية ال4. بس الدالة كانت اسمها إيه؟ س ناقص 4 وهكاملها بالنسبة إلى س زائد تكامل من 4
لغايه الاخر اللي هو ايه 6، بس الداله اسمها ايه سالب س زائد 4 بالنسبه لس. يبقى وانا بكامل دلوقتي يبقى س اس 2 على 2 ناقص 4 س من كام لكام؟ من 0 ل 4 زائد هنا سالب س اس 2 على 2 زائد 4 س من كام لكام يا هندسه؟ من 4 ل 6. وابتدي اعوض بالاربعه 16 على 2 فيها 8 ناقص، عوض بالاربعه يبقى ناقص 4 في 4 ب 16، عوض بالصفر ملوش لازمه. ماشي. هنا 6 أس 2 ب 36 على ال 2 فيها 18، سالب يبقى سالب 18. عوض بالستة يبقى 4 في 6 ب 24 ناقص، عوض بالاربعه يبقى 4 أس 2 ب 16 على 2 فيها 8 يبقى سالب 8. سالب في سالب 8 موجب 8. ركز. ناقص 4 في 4 ب 16. حلو. يبقى ده كله هيساوي ايه بقى؟ لما اجي اجمع كده 8 ناقص 16 سالب 8 ناقص 18 يبقى سالب 26 زائد 24 يبقى سالب 2 مع موجب 8 يبقى موجب 6 ناقص 16 يبقى سالب 10. الحل هنا كام؟ سالب 10. ماشي. عندي مشكلة بسيطة لازم تفهمها في المسألة دي. فك المقياس لما بيكون من درجة أولى غير لما يكون من درجة تانية. طب فكه من درجة تانية بتعمل إيه؟ بروح أساوي الأول مداخل المقياس بالصفر. فهيطلع لي على الآلة س بتساوي 0 وس بتساوي 3. حلو. بروح أعملهم على خط الأعداد 0 والتلاتة وأبحث الإشارات قبل الصفر ما بين الصفر والتلاتة بعد التلاتة. ما بين الصفر والتلاتة رقم زي الواحد، 1 ناقص 3 هتطلع بسالب 2 يبقى هنا سالب. بعد التلاتة زي الأربعة، 16 ناقص 12 موجب. قبل الصفر زي السالب 1 يبقى 1 زائد 3 موجب. حلو. بس أنا مش عايز الخط كله، أنا عايز أقف هنا عند إيه؟ عند الأربعة. وعايز أقف هنا عند إيه؟ عند السالب 2 يا أستاذ. يبقى حضرتك هتكامل من البداية خالص من سالب 2 لغاية إيه؟ لغاية الصفر. بس الدالة في الوقت ده بالموجب، يعني إيه؟ يعني اسمها س تربيع ناقص 3 س بالنسبة لس. زائد أكامل يا أستاذ بعد كده من 0 ل 3 بس الدالة بالسالب، أخدها بالسالب، سالب س تربيع زائد 3 س بالنسبة لس. زائد هكمل بعد كده من التلاتة لآخر الخط بقى، من التلاتة للأربعة بس الدالة بإيه؟ بالموجب، س تربيع ناقص 3 س. دالة بالموجب يعني أنا باخد الدالة الأصلية زي ما هي، ده معناها الدالة بالموجب. دالة بالسالب يعني بعكس إشارة الدالة الأصلية. فما تجيش واحد يقول لي أنت هنا قايل لي تاخد الدالة بالموجب وإزاي ده سالب، وهنا قلت لي تاخد الدالة بالسالب إزاي ده موجب. لا، يبقى أنت كده فاهم غلط. الدالة بالموجب يعني الدالة الأصلية زي ما هي. دالة بالسالب يعني بعكس إشارة الدالة الأصلية. حلو. هنا دي طبعا هتطول مني شوية وأنا بحلها، فممكن إيه أختصرها بالآلة على طول. ماشي. يبقى على الآلة بحل إزاي؟ دي علامة التكامل أهيت، علامة التكامل أهي. بضغط عليها وأدخل الدالة. الدالة هنا اسمها إيه؟ إكس تربيع يعني ألفا إكس تربيع ناقص 3 إكس ألفا إكس من كام لكام؟ بروح عامل السهم ده كده عشان ينقلني لحدود التكامل. سالب 2 إلى كام؟ إلى 0. حلو. وأطلع بره هنا أقول له إيه؟ زائد التكامل التاني على طول أهوت. التكامل التاني يعني سالب ألفا إكس نفس القصة تربيع زائد 3 ألفا إكس من كام إلى كام؟ من 0 إلى 3. حلو. بعد كده زائد التكامل الأخيرة ألفا إكس تربيع ناقص 3 ألفا إكس من كام إلى كام؟ من 3 إلى 4. ده كله يطلع بكام في الآخر يا باشمهندس؟ ب 15. بس كده يا هندسة. يبقى المثالين دول بيلموا لي الدنيا كلها قدر الإمكان. ماشي. عايزك توقف الفيديو هنا وتبتدي تحل التدريب ده. بسم الله. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان دالة س بتساوي
ومعرف لي الدالة على جزئين، مرة اسمها س تربيع ومرة اسمها 3 س ناقص 2، مرة س أقل من 2 ومرة س أكبر من أو يساوي 2. عايز تكامل من أول الصفر للتلاتة دالة س بالنسبة لس. يلا عايزك تحللي ده. بعد كده عايزك تحللي تدريب تاني، تكامل من أول الصفر للتلاتة دالة اسمها ايه بقى؟ 2 س ناقص 3 بس موجودة داخل مقياس بالنسبة لس. يلا عايزك تحللي التدريبين دول قبل ما تكمل الفيديو. يلا هندسة استعين بالله كده، خد سكرين وحل. ماشي عظيم قوي. تعال نخش على الأمثلة اللي بعد كده. المثال اللي بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ عايز تكامل من سالب 3 ل3 دالة اسمها س أس 5 زائد ج س على س تربيع زائد 1 بالنسبة لس. حلو. حضرتك لما تيجي تكمل حاجة زي كده، قلنا أول حاجة أنت من سالب رقم لموجب الرقم وبسطه مقام، يبقى لازم أعمل إيه يا باشمهندس؟ أبص للدالة دي زوجية ولا فردية؟ حلو. دي سميها دالة س. طب دالة سالب س يبقى شكلها إيه؟ والله المقام سهل، يبقى سالب س أس 2 بس أس 2، سالب ملوش لازمة زائد 1. ليه السالب ملوش لازمة؟ عشان ده سالب أس رقم زوجي. حلو. طب فوق هتبقى سالب س أس 5. طب وجا سالب س؟ جا سالب س ده بايه؟ بسالب جا س. ليه يا استاذ؟ عشان جا سالب س جا زاويه في الربع الكام؟ الرابع، وقلنا كل جبار ظالم جاته داهيه. يعني في الربع الرابع الموجب هو الجتا والقا فقط. حلو. طب ما انت من فوق ممكن تاخد السالب مشترك، هيبقى لك موجب س أس 5 زائد جا س، فيصبح ده هو اللي فوق وده هو اللي تحت. يعني دالة سالب س تبقى هي نفسها دالة س بس ايه؟ عكسها في الإشارة. يبقى إذا الدالة دي ايه؟ دالة فردية. يبقى إذا التكامل بكام؟ تكامل من سالب 3 ل3 للدالة دي هيساوي كام؟ 0. خلصت المسألة. فمهم جدا الجزئية بتاعت الدالة الزوجية والفردية. ماشي. تعال نبص لمثال تاني. قول انا عايز التكامل من سالب 2 ل 2 س أس 4 ناقص 1 بالنسبة لس. يلا يا باشمهندس حل دي ازاي؟ والله انت قايل لي من سالب رقم لموجب الرقم، يبقى لازم اشوف الدالة زوجية ولا فردية. دي كده زوجية ولا فردية؟ والله راح اجيب دالة سالب س تساوي كام؟ س أس 4 ناقص 1. ايه ده؟ طلعت زي ما هي. يبقى اذا الدالة ايه؟ زوجية يا باشمهندس. ماشي. يبقى وانا بكامل دلوقتي، يبقى التكامل ده هو نفسه ايه؟ هو نفسه 2 من تكامل من 0 ل 2 س أس 4 ناقص 1. يعني هو نفسه ضعف التكامل من اول الصفر. طب ما الكامل عادي، يبقى س أس 5 على ايه؟ على 5 ناقص س من اول 0 ل 2 وبعد كده اضرب في 2. حلو. يبقى 2 أس 5 على 5 يبقى 32 على 5 ناقص 2 وده كله اضربه في 2 واحسبها بالآلة على طول. بكتب على الآلة 32 على 5 ناقص 2 واللي يطلع اضربه في 2 يطلع 44 على 5. خلصت المسألة. ماشي. تعال نبص للسؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 16 حاليا في الفيديو، حاليا الحمد لله 15 مسألة حتى الآن.
السؤال رقم 16 بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايزك تكمل لي من اول سالب 4 ل 4. ده اللي اسمها س أس 5 في جذر س أس 4 زائد 1 بالنسبة لس. يلا حل دي ازاي؟ والله هو في اصل المسألة ديت كنت هحلها بالتعويض، لكن انا طالما شفت سالب الرقم موجب الرقم لازم اشوف الدالة دي فردية ولا زوجية. يبقى راح اجيب دالة سالب س سالب أس رقم فردي بسالب جذر سالب أس رقم زوجي بموجب. ايه ده؟ الدالة دي نفسها الدالة دي بس عكسها في الإشارة. يبقى دالة س كده دالة ايه؟ دالة فردية. يبقى تكامل الدالة هيساوي كام؟ من سالب 4 ل 4 هيساوي 0. يبقى انت دلوقتي لو حلتها بالخطوات هتطلع معاك بصفر، بس الوقت مهم بالنسبة لي في الامتحان. ماشي. هنبص على مسألة تانية. بقول لي أنا عايزك تكمل لي من سالب 3 لسالب 2 دالة اسمها س مضروبة في س زائد 2 كل أس 3 بالنسبة لس. يلا يا باشمهندس حل دي ازاي؟ دي المسألة بتاعت ايه؟ زود 2 ونقص 2. يبقى ده هو نفسه تكامل من سالب 3 سالب 2 خلاها س زائد 2 ونقص الاتنين. قفليه وردة فتحيه وردة. حلو. س زائد مضروبة في س زائد 2 أس 3 اهي. كمل كده. هيبقى التكامل من سالب 3 لسالب 2 زي ما هو، واضرب ده في الأول يديني ايه؟ س زائد 2 أس 4 واضربه في التاني يديني سالب 2 في س زائد 2 أس 3 بالنسبة لس. حلو. لما تكمل دي يا باشمهندس هيديني س زائد 2 أس كام؟ أس 5 على ال5 من كام لكام؟ من سالب 3 لسالب 2 ناقص 2 في لما كامل دي تبقى س زائد 2 أس 4 على 4. ده كله من كام يا هندسة؟ من أول سالب 3 لسالب 2. حلو أوي. يبقى أنت بقى مسألة زي كده ممكن تحلها على الآلة على طول وتنجز نفسك عشان إيه؟ وقتك في الامتحان، لكن أنا بقرر لك الخطوات عشان لو في مجهول تعرف هتتعامل إزاي بعد كده. ده كله على الآلة ب7 على 10. ده كله يا باشمهندس هيطلع لك بكام؟ ب7 على 10. خد بالك اللي أنا على الآلة حليت التكامل على طول، كتبت المسألة على طول. ماشي. ده طبعا اللي هنعمله في الحصص اللي بعد كده، لكن أنا بعلمك إزاي تتعامل بالخطوات. خد بالك عشان الخطوات مهمة. ماشي. تعال نبص مسألة تانية. بيقول لي تكامل من 0 إلى جذر 5 س مضروبة في جذر س تربيع زائد 4 بالنسبة لس. حل دي ازاي؟ نفس القصة بس هنا خلي ايه؟ خلي ده تفاضل ده. يبقى ممكن اضرب هنا في ايه؟ في نص وهنا في 2. يبقى التكامل هيديني ايه؟ القوس الاصلي س تربيع زائد 4 زود على الاس 1 يبقى 3 على 2 واقسم على الاس الجديد او اضرب في مقلوبه يبقى في 2 على 3. وما تنساش تنزل النص. وده كله من كام لكام؟ من اول الصفر لغايه الجذر 5. طبعا دي هتطير مع دي. يبقى ده كله في الاخر يديني ايه؟ بولت. واعوض بالجذر 5 تربيع يبقى 5 زائد 4 9 اس 3 على 2 واعملها بالاله. حلو قوي. طبعا لما اعوض بالصفر ملهاش لازمه. ثواني كده. لما اعوض بالصفر يبقى لها لازمه خد بالك. يبقى ناقص لما اعوض بالصفر يبقى تلت برضو زي ما هو. 0 زائد 4 4 يبقى 4 اس 3 على 2. يبقى مش كل الصفر ملوش لازمه، اوقات بيبقى ليه لازمه. يبقى انا اعمل على الاله بقى ايه؟ افتح قوس 9 اس 3 على 2 ناقص افتح قوس 4 اس 3 على 2 تطلع بكام؟ ب 19. اضربها في التلت اللي انا واخده مشترك يبقى 19 على 3. يبقى الحل هنا هندسه ب 19 على 3. ماشي حلو. حتى الان الدنيا لذيذه. ماشي. تعال نبص بقى على ايه؟ تعال نبص على تدريب كده حضرتك تحله وبعد كده هنروح لاخر مسألة في الحصة.
عايزك تكمل لي هات لي تكامل. من سالب 3 ل3 س على 1 زائد س تربيع بالنسبة لس. وعايزك تكمل لي من سالب من سالب 2 ل2 ده اللي اسمها س تكعيب مضروبة في جذر س تربيع زائد 3. يلا عايزك توقف الفيديو وتحللي الكلام ده، بعد كده هتخش على السبورة اللي بعد كده. يلا بينا وقف وحل. ماشي. هنروح بقى لاخر مساله في الحصه، خلصها ان شاء الله واديك مساله تدريب زيها برضو تحلها، ويبقى كده الحصه كلها خلصت ان شاء الله. اخر مساله بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان الداله د داله زوجيه متصله على الفترة من سالب 5 ل5، والتكامل من سالب 5 ل5 دالة س بالنسبة لس بيساوي 30، والتكامل من 0 ل3 دالة س بالنسبة لس بتساوي 9. أوجد تكامل من سالب 5 سالب 3 دالة س بالنسبة لس. يلا عايزك تحل المسألة دي. هنحل احنا المسألة دي شوية وخليك تحل مسألة تانية زيها بالظبط. بص يا هندسة، أنا عايز دلوقتي التكامل من سالب 5 لسالب 3. المسألة دي عشان ما تعبنيش أنا ممكن أعمل خط عددي أحط عليه كل القيم اللي موجودة في المسألة. هو بيقول لي إيه؟ متصلة من سالب 5 ل5، يعني بيقول لي أقل حاجة عندك سالب 5 وأكبر حاجة 5، وإن دول أنا محددهم، فسيبك من الأسهم اللي أنت كنت فاتحها. حلو. بيقول لي أنا حاطط لك إيه تاني في المسألة؟ أرقام 0 و3. في رقم محطوط هنا، في رقم محطوط هنا 0 و3، وفي عندي سالب 3. رتبهم بقى كده يبقى سالب 3 0 3. حلو. بيقول لي ايه بقى؟ انت عندك من سالب 5 ل5 ب 30، والداله دي ايه؟ زوجيه، يعني ال 30 ده هو نفسه ايه؟ 2 في تكامل الضعف من 0 ل5 داله س بالنسبه لس. يبقى التكامل من 0 ل5 بكام؟ ب 15 لما اقسم على الاثنين، يبقى حضرتك دي كده ب 15، الجزء ده كده ب 15، والجزء الناحيه الثانيه برده ب 15. ماشي. بقول لي بص، والتكامل من 0 ل3 ب9. طب ما هو دي ب9 يبقى دي بكام؟ ب9 برضه. ليه؟ عشان دي داله زوجيه. يبقى الجزء ده هندسه ب9. تعرف بقى تجيب لي الجزء ده من اول سالب 5 لسالب 3؟ هقول له 15 ناقص 9، جزء كله ناقص الجزء الصغير، يطلع ب6. خلصت. هو التكامل بالبساطه دي. معانا هندسه؟ ماشي. حلو. تعال اديك بقى مثال تحله. يلا كشكولك وقلمك وابتدي حل لي المثال ده. ده اخر مثال في الحصه.
بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان الدالة دالة زوجية متصلة في الفترة من كام لكام؟ من -4 إلى 4. ماشي. والتكامل من -4 ل4 دالة س بالنسبة لس بيساوي 20. ماشي. والتكامل من 0 ل2 دالة س بالنسبة لس بيساوي 6. ماشي. قول لي أوجد تكامل من -4 ل2 دالة س بالنسبة لس. يلا يا شباب، عايزك تحل المسألة دي وتضيفها للورق بتاعك وتصور الكام ورقة اللي انت حلتهم تبعتهم على جروب الواتس. اتمنى يكون المحاضرة كانت سهلة بالنسبة لكم والدنيا كانت كويسة، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.